السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عايز تعمل خريطة توضيحية لمناطق البيع اللي انت بتبيع فيها داخل منطقة معينة او داخل دولة معينة زي خريطة السعودية اللي موجودة قصادنا، تعالى اوريك ازاي. بص كده معايا، الفكرة بتاعت الخريطة ان انا لو جيت كتبت هنا القصيم وكتبت عدد المبيعات بتاعتي اللي هو مثلا 4530، وهقول ان دوت موجود في، وهكتب هنا ان هو موجود في المنطقة 4 اكس وفي الواي 6. بص كده هتلاحظ ان هو ضاف النتيجة بتاعتك موجودة هنا 4530. تعال نشوف ازاي نحقق العملية دي. طبعا ممكن انا اغير 14000 واخليها بالشكل ده. طبعا هو حط النتيجة هنا في القوسين. ازاي هنقدر نعمل حاجة زي كده؟ تابع معايا الفيديو ده عشان تتعلم ازاي تعمل خريطة. هفتح شيت جديد وهسميه الماب او الخريطة بتاعتي. طبعا ولان انا بشتغل باللغه العربيه هقلب الصفحه بتاعتي من بيج لاي اوت لشيت رايت تو ليفت بالعربي. هحط طبعا القيم الخاصه بالخريطه بتاعتي او اللي هي المدينه وقيم المبيعات. انا هاخد المدينه والمبيعات من هنا. جميل جدا. طيب، مهم جدا تبقى اخد بالك ان المدينه والمبيعات مش هشتغل عليهم في الاول، لكن هشتغل عليهم في النهايه. طبعا احاول قدر الامكان ابعد عن المدينه والمبيعات. انا عايز اضيف واحده فاضيه خالص اهي سكاتر. هختار الاقواس سكاتر ويز سموث لاين. تمام، اخترتها. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل سيلكشن للداتا بتاعتي. هقول له سيلكت داتا وهبدا اختار اد. لاحظ هنا حاجه مهمه جدا، بيقول لك ان عنده اختيار اسمه اكس واختيار اسمه واي. هنرجع هنا كنسل وهنرجع هنا نضيف الاكس والواي. والاكس والواي هنا المقصود بيهم ان انت حضرتك هتعمل خطين على الرسمة البيانية هيمثل الاكس اللي هو الخط الافقي والواي الخط الرأسي. طيب، ابدا اركز قوي كده معايا هرجع بعد ما كتبت الاكس والواي هقول له طبعا شارت ديزاين تاني واقول له سيلكت داتا وهقوم قايل له اد. وهنا من حته سيريس اكس هختار اعلم على الاكس. طيب، مهم جدا الحته دي. انا ممكن اعلم من هنا مانيوال، ولكن ده معناه ان انا كل ما هاجي اضيف بيانات جديده مش هتدخل وهضطر اعدل على الرسم تاني. طيب، امال عشان انا اقدر اعدل اوتوماتيك او هو كل ما ادخل اي مدينه جديده يسجلها على طول، طبعا مهم جدا ان انت تحول الجدول ده لدايناميك تيبل. مهم جدا تحول الجدول ده لدايناميك تيبل من خلال انسرت واختار كلمه تيبل. وزي ما شرحت قبل كده كتير، لو انت مش عارف ازاي تستخدم الدايناميك تيبل او ازاي تقدر تنزل او تعمل دايناميك تيبل عندك، تقدر هتلاقي فوق في فيديو بيشرح الحتة دي بالذات لانها مهمة جدا جدا. ولو عندك اي مشكلة عندك في شيت الاكسل سواء من داخل مصر او من خارج مصر، تقدر تبعت لي على رقم الواتساب اللي هتلاقيه تحت موجود في صندوق الوصف. وما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا كومنت. تعال بقى نكمل. هدوس هنا اوكي. هيضيف هنا المدينة المبيعات. هقف تاني على الرسمة واختار كلمة تشارت ديزاين واقول له سيلكت داتا. هقول له اد. بيقول لي السيريس اكس بتاعتك ايه؟ هقول له ان انا هروح اقف على العمود اكس ده كده واطلع كده فوق منه شوية زي ما انت شايف. هلاحظ ان في سهم اسود يشير الى الاسفل. هدوس عليه هيعلم على الداتا. همسح نفس الكلام تحت واروح اشاور على نفس الايه، السهم اهو. مش سهم، مش اربع اتجاهات، لا لازم يكون بيشاور على اتجاه تاني لتحت بس. دوست اهو واتاكدت انه مش بيشاور من اول الواي، اتاكدت انه بيشاور من اول خليه ودوست هنا ايه، اوكي. هدوس اوكي تاني هيديني الرسمه بتاعتي. اول حاجه هعملها ان انا همسح التشارت تايتل عشان يديني اكبر مساحه انا عايزها. الحاجه رقم اتنين ان انا عايز التوزيع ده يكون من 0 ل10 والتوزيع لاسفل من 0 ل10. عشان اعمل ده هقوم واقف على شريط التوزيع او شريط الواي وهروح اقول له من فورمات سيلكشن. بيقول لي المينيمم كام؟ هختار ان المينيمم 0 والماكسيمم بتاعي 10. فعملهم لي من 0 ل10. مهم جدا الحته دي. هرجع اشاور تاني على التوزيع اللي هو في الاكس. خلي بالك الشريط اللي تحت ده الاكس، اما الشريط اللي فوق دوت هو الواي. خلاص هقول له هنا برضو من 0
وهنا هقول له 10 وفي الميجر يبقى 1. في الميجر يبقى 1 كأني قلت له ابدأ التوزيع من 0 ل10 ومش بتوزع 2 4 6، لا انا عايزك بتوزع 0 1 2 الترقيم عادي جدا. كده انا اخترت التوزيع بتاعي من 0 ل10 ومن 0 ل10. هيجي عندي فكرة ان انا اعمل الرسمة البيانية واحط الخريطة. بعلم على الرسمة الداخلية، البرواز الداخلي مش الخارجي. ليه؟ علشان انا هحط صورة الخريطة جوه هنا. هختار كلمة filling او الفيل اند لاين وهقول له ان انا عايز حاجة اسمها picture or text fill. بختار كلمة اسمها insert. هختار الصورة اللي انا عايزها. اول ما بتختار الصورة اللي انت عايزها هيضيف لك الرسمة او الخريطة اللي انت طلبتها منه. فدي خريطة السعودية، انا طلبت منه انه يضيف خريطة السعودية لان انا نزلتها. طب لو انا مش عايز خريطة السعودية وعايز خريطة تانية خالص، او عايز خريطة مصر، او عايز خريطة ايران، عايز خريطة العراق، حضرتك هتعمل ايه؟ هتخش على الانترنت تحمل صورة الخريطة اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه بالتوضيح اللي انت عايزه عن طريق انت تخش على جوجل وتختار كلمة اسمها ايه؟ insert. انا دوست insert، لاحظ ان ضاف خريطة ايه؟ السعودية. ممكن لو عايز اكبر الخريطة ابدأ اكبر البرواز الداخلي. طيب اهو، او ان انا اكبر كده. كده بقت الخريطة قصادي، اقدر ان انا اشتغل عليها. جميل، حلو قوي. هتبدأ تضيف قيمة الاكس وقيمة الواي، بس قبل ما تضيف قيمة الاكس وقيمة الواي لازم نعمل تحويل للرسمة. هروح اقول له chart design change chart type، ان انا عايز اغير نوع الرسمة. بدل ما هي السكاتر with smooth lines هختار bubbles عشان يعمل لي الدوائر اللي كانت ظاهرة عندي على الرسمة اللي بتوضح قيمة المبيعات بتاعتي، وادوس اوكي. هرجع تاني اقول له select data واقول له edit. هاتاكد تاني ان سيريس اكس ان انا بعلم على العمود اكس، وسيريس واي ممكن امسحها واتاكد ان انا بعلم للمره التانيه على واي. اما حجم البالونات او البابل سايز همسح كل اللي موجود فيها واعلم على المبيعات وادوس اوكي. هدوس اوكي مره تانيه. كده انا بقيت جاهز علشان احط قيمه الاكس والواي فيظهر لي الرسمه بتاعتي. انا هنا في مكة، هبص على مكة المكرمة هلاحظ انها قدام النقطة رقم 3 و3. في النقطة دي اللي هي الخط 3 والعمود 3، لو كتبت هنا 3 وجنبها 3 ودوست انتر هيظهر الدايرة بتاعتها. الدايرة كبيرة انا عارف، احنا لسه هنعدل عليها. هتقف على الدايرة وهتختار من فورمات سيلكشن، هيظهر لك الاوبشن الخاص بالدوائر. السيريس اوبشن هتلاقي في حاجه اسمها السايز، هتيجي تقول له بدل 100% هتقول له 50%. لاحظ ان حجم الدايره بقى اصغر. وكل ما هندخل قيم تانية هيبدأ يظبط البيانات عليها. هنا المدينة في الخط رقم 5 والخط 3 أو 2.5 هنا بالظبط. فأنا هقول له 2.5 5. الدايرة ظهرت هنا زي ما كنا محددين. الرياض نفس الفكرة، في الخط رقم 4 و5 هقول له هنا أنا آسف الخط الطولي 5 والعرضي 4. ظهرت هنا. نفس الكلام في المنطقة الشرقية. هتبدأ تكمل نفس العملية. جميل. كده لو انا قررت ان انا اضيف حاجة اضافية لان انا عاملهم دايناميك تيبل هتلاقيه هو اوتوماتيك بيدخلهم معاك في الجدول. زي لو انا عايز اقول ان نجران كمان فيها بيانات اللي هي 5.5 في 1.2. نجران مبيعاتها 10,000 في، هقول له هنا المنطقة 5.5 وهنا 1.2. هتتحط اوتوماتيك معاك هنا. حد يقول لي طيب انا كنت عايز اضيف القيم على الدوائر عشان تبقى باينه.
هنقف على الدايرة وهنقوم قايل له من علامة الزائد هنا، هنقوم قايل له data label، وهختار كلمة اسمها center. لاحظ إن هو ضاف لي رقم جوه الخلية، ممكن يكون مش واضح قوي، ولكن تاني الرقم هتلاحظ 3 5 4 6 ونص. هقول له more option، هحط العلامة على كلمة bubble size واشيل العلامة من على الواي واشيل كلمة show leader line، وهقول له إن أنا عايزها في السنتر. جميل جدا. هبدأ أختار من التشارت ديزاين اللون اللي أنا عايز بيه تبقى شكل الرسمة موجود، فأنا هختار اللون البرتقاني، أو ممكن أختار اللون الأخضر وده أقرب لون هيكون للسعودية. حلو، ظاهر قدامي دلوقتي الأرقام، ممكن إن أنا لو علمت على الأرقام أدوس بره وأدوس على الأرقام مرة تانية هيحدد لي الأرقام كلها. أقول له حولها للون الأبيض، أعملها بولد، وكمان ممكن أكبر أو أصغر الخط زي ما أنا عايز. وبكده يبقى أنا عملت أو قدرت إن أنا أعمل الخريطة بتاعتي. عدل أي بيانات هتلاقيها بتكبر، زي ال9900 ديت اللي موجودة في المدينة خليها 45,000. لاحظ حجم الفرق بتاع الدايرة، إن المدينة بقت حجم المبيعات فيها أكبر من أي مدينة تانية خالص. وده ليه؟ لأنها بتتغير دايناميك مع الجدول بتاعك. وبكده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل خريطة دايناميك سريعة جدا تقدر انت تستخدمها. شكرا جدا ليكم، مستني متابعتكم ومستني اللايك والشير بتاعكم. متنسوش تدعمونا ان شاء الله عشان الفيديوهات الافضل.